اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم في قناتي بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه قوي، وصفه كده خفيفه وسريعه مع بعض، ومكوناتها متوفره عندنا في كل بيت. الوصفه بتاعت النهارده هي عباره عن كفته الفراخ. كفته الفراخ من الوصفات الحلوه قوي البسيطه، اللي كمان بتدي معانا كميه جميله قوي، وبتتعمل باكتر من طريقه ممكن نعملها. فالنهارده ان شاء الله هقول لكم كمان على التريكات البسيطه اللي فيها. الوصفه معانا النهارده بنحتاج لها ايه؟ بنحتاج لها صدور فراخ. الافضل ان احنا كمان ممكن نحط معاها نسبه من الوراك، عشان خاطر الصدور بتبقى ناشفه شويه، لكن الوراك مع الصدور بيبقى فيه سنه طرايم. تاني حاجه ان الفراخ بتبقى شويه ما بتتكبس زي اللحمه بنحتاج ان احنا نضغطها فتتكبس معانا، لكن الفراخ بتبقى شويه خفيفه وما بنحتاجش ان احنا نضغط عليها جامد عشان ما تطلعش معانا مكتومه. تالت حاجه بتحتاج سنه بسيطه خالص من البيكنج باودر عشان تديها طراوه كده، اكتر من الناس، ان هي كده كده اصلا بيبقى فيها طراوه. تمام. رابع حاجه بتتعمل باكتر من طريقه، ممكن يعني ممكن تعمليها كور وتقليها في الزيت، ممكن تعمليها على الجريل او على الطاسه بشويه زيت صغيرين خالص، ممكن تحطيها في الفرن تتشوي، ممكن تعمليها زي البانيه تكوريها بعد الخلطه ما تحطيها فيها، وبعد كده تعمليها في بقسماط، وبعد كده تحطيها في الزيت، بس تكون بعد ما تجمديها في الفريزر. ممكن تقليها في الاير فراير لو عندك اير فراير. ليها اكتر من طريقه، ممكن تحطيها في الصوص بتاع الصلصه، ممكن تحطيها في صوص ابيض زي البشاميل والحاجات دي، ممكن كمان تعملي لها صوص جبنه وتحطيها عليه، بتبقى جميله جدا جدا. ليها اكتر من طريقه، الطريقه اللي تحبوها تعملوها. النهارده ان شاء الله انا هوريكم الطريقه، انا كده كده هعملها وهشيلها في الفريزر، ولما هطلعها برضو هوريكم النتيجه بتاعتها. المكونات اللي هنكون محتاجينها هي هنا الفراخ. انا عندي فرمتها في الكبه لان هي سهله جدا انها تتفرم في الكبه. دي صدور فراخ، انا كنت كده بجمع لحد ما جمعت حوالي نص كيلو، فرمتهم في الكبه. طبعا بتتفرم مش مجمده، بتتفرم فكه. وعندي هنا انا بحب احط عليها بصلايه كده صغيره، وكزبره او بقدونس، وشويه من الجزر، بيبقى الطعم بتاعها حلو قوي، وعود بسيط قوي من النعناع لو حابه تضيفيه ضيفيه. بالنسبه للبهارات طبعا عندنا ملح وفلفل ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون وحبهان ومعلقه بقسماط، عشان خاطر لو هي فكت معاكي شويه او طريه البقسماط هيمسكها، وسنه بسيطه جدا من البيكنج باودر. هنبدا نخلط المكونات كلها كده مع بعض. بعد كده هحط الخضره. الجزر لو مش حابه اضافته براحتك برده، ما تضيفوهوش. هي بتتعمل معامله الكفته بتاعه اللحمه، بس طبعا كفته اللحمه احنا ساعات بنفصل الميه بتاعه البصل. لو انت مش حابه تحطي بصل برده ما تحطوهوش، ممكن تكتفي بالخضره بس. صراحه الحاجات ديت جربوها كده هيبقى طعمها حلو قوي، كمان بتضاعف معاكي الكميه بتاعه الكفته. طبعا الكفته لو احنا هنكورها وهنستخدمها نحطها في الفريزر يعني، بس هنحط عليها بقسماط. يفضل ان احنا من كل رقه والتانيه نحط اللي هي الاكياس، عشان خاطر لو انت حابه مثلا تستخدمي كميه بسيطه تاخدي بس الرق اللي فوق، ما تفكيش الكميه كلها، لان ما ينفعش نحط الحاجه ونحطها اكتر من مره. وكمان تبقى سهله معاكي قوي في السحب، يعني زي البرجر بالظبط كده لما بنحطه في كيس. وسنه بيكنج باودر، وعندي هنا سنه بسيطه من الحبهان، ده حبهان مطحون، وكمان شوية من الكمون، وشوية من الكزبرة الجافة، ومعلقة فلفل اسود. هنبدأ بقى نخلط المكونات دي كلها كده مع بعض كويس قوي، ونتأكد ان البهارات وكل حاجة اختلطت. طبعا لو عايزة تستخدمي جلافز استخدمي، انا غاسله ايدي كويس جدا ومتأكدة من النظافة بتاعتها، فهستخدم ايدي عادي. ويفضل ان دايما يكون عندنا ايد نظيفة عشان لو حبيتي تضيفي حاجة تعرفي تتعاملي. هخلط بقى الحاجات دي كلها كده مع بعض واوريكم النتيجة بتاعتها بعد ما اكونها. دلوقتي بقى انا خلطتها خلاص كل المكونات مع بعضيها، وحسيت ان هي خلاص مش متماسكه كويس، مش محتاجه بقسماط تاني ولا اي حاجه. انا بقى حابه اشكلها باكتر من طريقه، يعني عشان تحببي اطفالك شويه في الاكل. انا هبدا بس ابل ايدي زيت، وهبدا ان انا اعملها زي البانيه كده او البرجر.
بالشكل ده. طبعا ما نكبسهاش جامد لان هي ما بتتكبسش زي اللحمه زي ما قلت لكم. هبدا ان انا عندي هنا بقسماط، ده انا عاملاه في البيت من عيش، وممكن كمان قطع بقسماط كانت بتبقى عندي زياده كده، فببدا ان انا احمصهم وافرمهم واحطهم في الكبه كده مع بعضيهم بشويه توابل صغيرين، وبعمل لهم ميكس وبشيلهم بقى في علبه عندي في التلاجة بسحب منهم. تمام. هبدا ان انا هجرب بقى، عايزه اعمل شويه مثلا زي البرجر كده. يعني التجربه دي او التغيير شويه لو حابه، عشان خاطر لو عندك اطفال وحابه تحببيهم شويه في الاكل، لو هما مش بياكلوا قوي او ما بيحبوش الاكل، بيحبوا كده ايه، يبقى الحاجه متشكله قدامهم وشكلها حلو عشان تضحكي عليهم وتاكليهم. وكمان عشان نداري شويه البصل والخضره والجزر، لان الاطفال ما بيحبوش الحاجات دي قوي، فهنضحك عليهم ونداريها. تمام. طبعا لو انت عاملاها في صوص ابيض بتتاكل عادي بالعيش او مكرونه بيضه. لو عاملاها في صوص احمر بتتاكل جنب رز ابيض، رز بشعريه، بالعيش برضو. لو هتقليها برضو بتتاكل جنب الحاجات دي عادي بتمشي. وممكن كمان تعملي لها تحمريها وتعملي جنبها صوص طحينه، الطحينه عادي وسلطات، وتتاكل بعيش عادي زيها زي الكفته بالظبط. تمام. انا دلوقتي عملت 4 اهوت. دول بقى كده هحطهم وهجمدهم في الفريزر عشان خاطر لما اطلعهم على طول اطلعهم متجمدين، احطهم في الجريل او في طاسه فيها نقطه زيت، او هدخلهم كده في صينيه في الفرن. طبعا لو عندنا القلايه الهوائيه بتبقى صحيه اكتر واكتر، يعني عشان ما بتاخدش زيت كتير. بالنسبه بقى لان انا بكورهم دول، برضو ممكن احمرهم كده في نقطه زيت او في زيت غزير عادي، الطريقه اللي انت تحبيها هتبقى متاحه معاكي ان شاء الله. ممكن كمان تعملوها صوابع وتعمليها في البقسماط كده كانها مثلا ستريبس، دي كده كانها ناجتس. هي الحلو في الكفته دي ان هي بتتعمل باكتر من طريقه وبتديكي كميه حلوه قوي. يعني بصوا ما شاء الله الكميه اتضاعفت معايا ازاي. هكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم. دي كده الكميه اللي طلعت معايا. هدخلها بقى الفريزر عشان دي لازم تدخل الفريزر قبل ما تتقلي او تتحط في الجريل كده، عشان خاطر فيها بقسماط فتجمد شويه. دي بقى ممكن اعملها باكتر من طريقه، فانا بقى هحطهم في كيس او ممكن في السرفيس كده وادخلهم الفريزر، وقت ما اجي استخدمهم هطلعهم على طول. هستخدمهم هما متجمدين، مش هحتاج ان انا افكهم. دلوقتي بقى انا طلعت الكفته اهيت متجمده من الفريزر. تمام. هبدا بقى ان انا جبت الجريل اللي عندي، انا هعملها المره دي على الجريل. هحط قطعه زبده كده بس عشان تديني ايه تيست حلو قوي ليها، وشويه من الزيت، وهبدا انزل تدريجيا بالكفته كده عشان خاطر تتحمر معايا. كده هي اتحمرت تاني من الجهه اللي تحت، فانا قلبتها. ودول كده بسخن الزيت عشان اقليهم، حطيت لهم اهو الزيت وهبدا ان انا اقليهم. وهنا بقى بعمل المكرونه، بس هعمل التسبيكه في الصوص اللي هينزل بقى من الحاجات دي، عشان السمنه والحاجات اللي نزلت بقى بيبقى تيست تاني خالص هحطهم فيه. دلوقتي بقى الكفته استوت اهي، انا حطيتها بس هنا كده عشان اعمل لها شويه خضره. وهبدا بقى بالحاجات دي عشان استفيد بيها. هنزل بالبصل احمره واحط الصلصه بتاعه المكرونه. خلاص كده البصل اتحمر، هبدا انزل بقى بالطماطم واتبلها بالملح والفلفل، واول ما تتسبك انزل بيها بالطماطم على بالمكرونه عليها على طول، وهحط لها معلقه سمنه بلدي، وكلي احلى مكرونه بالصلصه. دي كده خلاص المكرونه اهي خلصتها. دي بقى شكل الكفته، دي قلتها زي البانيه، ودي اتعملت مشويه. لو مش حابه الحاجات تبقى باينه فيها كده ممكن تفرميها بعد ما تفرمي الفراخ تقومي حاطه كل الخضار وتديها ضربه واحده بس في الكبه، وممكن تحط لها كمان فحميه وتخليها متفحمه. تمام. ده كده الشكل النهائي ليها. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.